احنا جايين نتكلم عن الروتين. ايوه انا عارف انا فاهم وعارف ان الناس بتوع الانتاجيه، البرودكتيفيتي، اتعلم كورس مش عارف ايه، خد كورس مش عارف فين، كل دول انا عارف ان هم يعني صدعوا دماغك بفكره اللي هو ايه الروتين ده شيء مش سيء. الروتين ده حضرتك ده شيء يعني جميل. انت الروتين الوظيفي هو اللي مش حلو. هو انت ازاي ما عندكش روتين بتقوم فيه الساعه 5 الفجر تطلع تجري زي المجنون في الشارع ويجيلك برد وترجع تنام اسبوعين في السرير؟ ازاي؟ المهم انا عارف ان الناس بلغت في حته اي حد بتاع تنميه بشريه. انا عارف ان هو ايه يعني بالغ في حته ان هو يشكر في الروتين بس علشان يقول ان هو ايه ايلون ماسك. مش مهم. انا بقى مش جاي اتكلم في الحته دي، انا جاي اخش لك في اعماق النفس البشريه لما تبقى سيئه، لما يبقى ملهاش اي قيمه في الحياه وما بتعملش اي شيء. ما علينا، مش لازم نعلق في الحته دي. فانا النهارده عايز اتكلم في نقطه معينه. هل الروتين مهما كان هو شيء سيء ولا في شيء اسوأ من ان هو يكون عندك روتين سيء؟ المهم احنا نتكلم عن الحياه الشبه فارغه، نقارنها بالروتين. يعني مش هنقارنها، هفهمك ازاي في نوع من انواع الحياه ممكن يكون اسوأ من اي روتين انت ممكن تشوف حاجه. ما علينا، خلينا نبدا الفيديو. لو انت اول مره تشوفني يا ريت تعمل سبسكرايب. لو انت بتحب النوع ده من المحتوى يا ريت تعمل لايك وتشير الفيديو مع اصدقائك. ولو انت عندك اي نوع من انواع التعليقات اكتبها لي في الكومنتس وخلينا نتناقش اي نقاش، سواء نقاش حاد جامد لاذع ايا يكن، بس باحترام. اهم شيء الاحترام وبس كده. يلا نبدا الفيديو. بص، في فرق بين انك انت يكون عندك حياه وانك انت ما يكونش عندك حياه. وجود روتين معين في الحياه بتاعتك ده معناه انك انت عندك حياه. وجود كام شيء بيتعملوا ده معناه انك انت عندك حياه. فلما يكون عندك نوع من انواع الروتين ده معناه انك انت عندك كام شيء بتعملهم في حياتك. في كذا حاجه كده انت بتعملهم في حياتك، حتى لو الروتين ده وظيفي، حتى لو كان ايا يكن، في شيء انت بتعمله في حياتك. الشيء المرعب، الشيء اللي فعلا يخوف، هو انك انت ما يكونش عندك حياه. هو مش ما يكونش عندك حياه، ان يكون الروتين بتاعك ده مقتصر حوالين حاجه واحده، ماشي، ما بتستفدش منها اي شيء، بل هي بتضرك وفي نفس الوقت بتديك نوع من انواع للاسف دوبامين الفيك دوبامين. اظن انك انت فاهم الفكره اللي انا عايز اوصلها. ايه هي الحياه الفارغه؟ هديك مثال، او مش مثال، هو ده الشيء اللي حاليا منتشر في الحياه اللي احنا عايشينها. شخص بيصحى الساعه 2 الظهر زي انا مثلا، لكن الشخص اللي بيصحى 2 الظهر ده الصاحي مسك التيك توك، ماشي، زي ما احنا عارفين اتكلمنا عن التيك توك في فيديو الادمان، ممكن يظهر لك هنا او هنا، ان الشيء ده الفيديوهات بتاعته بتخلي التركيز بتاع العقل ينطفئ ويتدهور ويغور في داهيه. ده غير انه في حاجات كتير جدا انت بتشوفها ماشي ورا بعض فيها انواع كتير من المحتوى والافكار والمشاعر المعينه اللي بتتنقل لك من الفيديو ده 100% هتاثر عليك. ده شيء ما فيهوش نقاش. يعني تخيل بقى انك انت بتصحى الصبح، تصحى في اي وقت، تفضل قاعد مكانك، انت بس ماسك موبايل بتقلب في التيك توك والانستا والفيس. ثلاث اشياء دول انت بتصادف فيهم كميه مشاعر متضاربه ومتلخبطه، كميه حاجات بتتفرض عليك من المجتمع انت عايز تشتريها مجرد بس ان المجتمع فارضها وان هي شكلها حلو من بعيد، ماشي. حاجات كتير انت عايز تشتريها بس لمجرد ان الناس كتير بتشتريها وموجوده على الفيس والانستا والتيك توك. بس دي كارثه. انت دلوقتي ضيعت يومك كله. في ناس كتير 4 ساعات على التيك توك ده عادي جدا، عادي يعني. فشوف بقى كميه الاكتئاب، كميه المشاعر المتضاربه بين الفرح والسعاده والحزن والغم والاحباط وكده، بتلاقيها على التيك توك ده او الانستا. بس خليني بصراحه اخص بالذكر الانستا والفيسبوك. الفيسبوك ده بقى عباره عن مكان كده كله بيطلع قذرته على كله، طلع قله ادبه على كله، كله نازل في ضرب في كله، اللي هو مفيش حد ممكن يقول رايه من غير ما تلاقي واحد شاتمه في التعليقات. مفيش بنت مثلا بتقول رأيها غير لما تلاقي كمية قذارة وقلة أدب عليها بالكوم. مفيش ولد بيتكلم بيقول رأي أو فكرة غير لما تلاقي عليه شتيمة وقلة أدب وحاجات كتير حاجات. فالفيسبوك ده بقى عبارة عن صندوق زبالة، آه... ترعة، مجرى، مش عارف، طرنش، أعزنا الله وإياكم، حاجة قذرة بصراحة. كذلك برضو التيك توك والانستا. يمكن يوتيوب هو يعني، بص، اليوتيوب اكتر مكان انت بتقدر تتحكم فيه في الحاجات اللي بتظهر لك، لانك انت عندك قائمه المشتركين انت تقدر تخش عندها وخلاص الموضوع انتهى. بتكون في المكان اللي انت اخترته، فانت حر بقى، انت ونفسك. تخيل بقى يا معلم انك انت رامي نفسك جوه الدوامه دي، بتطلع من تيك توك تخش في فيسبوك، تطلع من فيسبوك تخش في انستجرام، وحاجه زي الزفت، حاجه زي الزفت. بص، زباله. انت هنا بتخسر كل شيء، او عقلك بيتهانوا، تمام. تفكيرك بيبقى اضعف بكتير، تركيزك بيتنسف، ما بتعرفش تتحكم في مشاعرك. فهنا في اضطراب في المشاعر،
دي مشكله، واغلب الناس عندهم اضطراب في المشاعر. تخيل ان تكون حياتك متمحوره حوالين الشيء ده، ولا بتنجز شيء ولا بتعمل شيء ولا في اي شيء. وفي شيء انا هنبه لك عليه، بس استنى في اخر الفيديو هنبه عليه. لو انت كملت لحد هنا اعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس وكمل مع الفيديو. انا شفت ناس كتير 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 بيقولوا ايه، الروتين الوظيفي ده اسوأ روتين. تمام، انا ما عنديش مشكله مع كلامك، انت حر في افكارك، بس انا بس عندي شيء عايز اعرضه، عندي فكره عايز اعرضها. انت بتصحى الصبح، تفطر، تنزل الشغل الساعه 8، ترجع الساعه 2، ترجع تتغدى، تقعد شويه مع اهلك وتنام. تصحى بالليل ان كان في ماتش، ان كان في مكان هتروحه ايا يكن، فانت بتعمل الشيء ده وخلصنا. تمام. فهنا انت في كذا شيء بتعملهم في يومك، 4 5 حاجات مثلا بتعملهم في يومك. في الشغل بتعمل لك كم حاجه، في البيت بتعمل كم حاجه، وفي يوم يعني انت حسيت ان في يوم بيتعمل. اي نعم هو الموضوع روتيني وبياخد كده، فاهم، بيحسسك ان الموضوع بيعدي بسرعه لان الايام بتكون شبه بعض، بس في شيء انت بتعمله، في شيء بيتم انجازه. لو بتاخد حتى 100 جنيه يعني في اخر الشهر، فانت استفدت بشيء واحد، فاهم؟ عكس اللي انا قلت لك عليه، انت ما بتعملش اي شيء، انت مشاعرك بتتدمر، تفكيرك بيستنزف، تركيزك بيضيع، ما بتعملش اي شيء، ما بتنجزش شيء، بتخلص باقة النت وتروح تدفع 500 جنيه ولا على الاقل خالص 250 جنيه في الشيء ده. فين مفيش، احنا بقى بوظنا الدنيا، بس الدنيا حرفيا اتهانت. نيجي اخر نقطه، ده شيء شبه التنويه، اشبه بان انا بنوه عليك. انا مش بقول لك هتقوم الصبح تجري ساعتين وترجع تستحمى يجي لك برد تنام فيها اسبوعين، انا ما بكلمكش في الاشياء دي، انا مش مهتم اصلا انت تنجز او ما تنجز، انا مش مهتم. ماشي، انت يعني لو انت من سني، ماشي، اقصى شيء ممكن تعمله انك انت تروح تشتغل في مكان 9 8 ساعات، ماشي، اي نعم استعباده بيطلع عين اللي خلفونا وكده، بس مش مشكله، بس في الاغلب ما حدش كتير بيعمل كده. بس خلينا مثلا نقول ايه، لو انت يومك فيه وقت فراغ، هل انت مستعد تضيعه في الشيء ده، ولا في انك تعمل اي شيء في حياتك؟ انك انت تلعب كوره، انك انت تتمشى، انك انت تكلم ناس، اتكلم يعني، اقعد مع ناس واتكلم، اقعد مع اهلك شويه مثلا، اقعد مع مش عارف مين شويه، ماشي، اعمل شيء. انا مش بقول لك انك انت هتبقى ايلون ماسك او جيف بيزوس او مارك زكربيرج، الثلاثه في بعض، لا انت معلش، لا انا ولا انت هنكون كده. ومش مهم انك انت تكون كده اصلا، وانت مش مطالب انك تكون كده، حتى لو هتقدر تكون كده فانت مش مطالب تكون كده، بس خلي عندك نوع من انواع الحياه. انت حر، انت حر بنسبه 100%، دي بس وجهه نظري انا بعرضها، انا مش مهتم باي شيء تاني. تمام، الحياه زي ما قلت لك هي بس بتتكون من كام شيء انت بتعملهم. فلو انت مثلا تقرا مقالات، بتلعب كوره، بتلعب رياضه، بتنزل جيم، بتتمشى مع حد، بتتكلم مع حد، تعمل اي شيء، اي تواصل انساني ما بيضرش بالطريقه اللي انا كلمتك عنها، فاهم؟ فهنا افضل. لو بتنظف اوضتك، لو بتنظف سريرك، لو بتعمل اي شيء، فزي ما قلت لك اعمل شيء بس، قراءه، رياضه، تصميم، مونتاج، اي شيء. تابع مسلسل، على الاقل المسلسل ساعه، حلقه ساعه. انا بتابع هاوس اوف ذا دراجون، بدات انا حاليا في الحلقه الثالثه، ولو انت ما تعرفش ان انا عندي قناه سينما، يا ريت تشترك فيها علشان لما نخلص المسلسل هنتكلم عنه كلام كتير، لان المسلسل جامد وانا حبيته بصراحه. تمام، من تاني حلقه، انا بحب المسلسلات التقيله اللي رتمها تقيل، اللي فيها حوارات تقيله، اللي فيها الحاجات دي، زي الفل، ما عنديش مشكله. فزي ما قلت لك اعمل شيء في حياتك، هتتابع افلام، مسلسلات، برامج، اسمع فيديوهات على اليوتيوب، على الاقل هتكون مدتها من 8 لربع ساعه، هيكون في شيء. مش بقول لك حتى ايه اسمع في تطوير الذات، لا، اسمع فيديو عن الالعاب، عادي عادي. الترفيه مش المشكله، المشكله في ان يكون الترفيه مضر بطريقه ما وطريقه سيئه. اظن انت فهمتني دلوقتي. ترفيه على اليوتيوب، لو انت قابلت واحد صديقك واتكلمتوا عن الالعاب، ده شيء كويس، احسن من انك انت تتكلموا. اصلك فيديو تيك توك هتتكلموا فيه عن ايه؟ فاهم؟ مفيش. زي ما قلت لك، على الاقل خلي فيه شيء بيحصل، خلي فيه نقطه منوره، ما يبقاش كله عتمه، ما يبقاش كله زفت. انا عشت اللي انا بقول لك عليه، عشت ان انا اصحى وافضل قاعد على تيك توك او انستا او الكلام ده، عشت الدوامه المقرفه دي، ومع ذلك لسه بقع فيها. ايوه، كلنا بشر، كلنا زي الزفت، كلنا طالعين من نفس الطينه اصلا. تمام، بس في ايه، بس زي ما قلت لك بنحاول، احنا بنحاول. ما تقعش في الحفره وتفضل فرحان جوه عشان فيها مثلا اي حاجه حلوه، لا، اطلع، علشان حرفيا الحفره دي هتدوس على وش كرامه اللي خلفوك بعدين. تمام، هي دعوه كده بصراحه. فبنحاول، فبنسعى، بنحاول ان احنا يكون في حياه افضل من دي، لان العالم فرض علينا حياه مش حلوه، مش افضل شيء، الحمد لله يعني، لكن احنا بنسعى ان احنا نغير. الحمد لله دي مش مخدرات،
ده شيء انت بتقوله بتحاول تعمل احسن من الوضع الحالي. وبس كده. اول مره تشوفني يا ريت تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو، ولو عجبك الكلام يا ريت تشير مع اصدقائك وتحاولوا تتناقشوا حوالين الفيديو ده اللي هيكون مدته حوالي 10 دقائق. وبس كده يا معلم، نلقاك في فيديو جديد. متنساش استمتع بالسعاده وتقبل الحزن وتفهم الاخرين وحاول انك تعيش بسلام. وسلام.